السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة ثالثة ثانوي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال، وبإذن الله سبحانه وتعالى محققين أعلى درجات. زي ما اتفقنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هنبتدي النهارده الفاينل ريفيجن بتاعتنا. زي ما قلت لك وقسمتها لك قبل كده، النهارده ده الجزء الخاص بالاكسترنال اكزام او الامتحانات بتاعة الثانوية العامة بتاعة السنين اللي فاتت، وكمان الامتحانات اكسبيرمنتال التجريبية الخاصة بمادة البيولوجي. ان شاء الله مع بعض لو سمعنا الفيديوهات دي كويس جدا، حلينا اسئله السنين اللي فاتت اللي جت على كل شابتر، باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله محققين على الدرجات وادق الدرجات باذن الله. زي ما قلت لك البروف هيعلمك ازاي تتعامل مع سؤال، مش ازاي اعرف اجابه سؤال بس وخلاص. تمام؟ فسؤال كده وتاتا تاتا ونمشي مع بعض وربنا المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعلم معايا ازاي احل كل سؤال. وزي ما قلت لك في المراجعه بتاعه ال1000 سؤال، انت عندك في ال1000 سؤال دول او الفاينل ريفيجن بتاعه ال1000 سؤال عندك اسئله كتيره جدا تقدر انك انت تستوعب عليها، وانا مقسمها لك تقسيمه جامده جدا بحيث ان شاء الله تكون اقوى مراجعه ومتقسمه تقسيمه صحيحه. اول سؤال بيقول ايه؟ اولا ده سؤال كده تيبل، احنا بنتكلم النهارده على شابتر ايه؟ سبورت اند موفمنت. بيقول لك in an experiment to illustrate the relation between amount of water absorbed. حضرتك تقوم معلم على كلمة amount of water absorbed by the plant from the soil. امتصاص المية من نبات عن طريق الأرض. and the lost amount during the transpiration. وعايز يعرف كمية المية اللي بيتم فقدها أثناء عملية الترانسبيريشن process in different times of the day. The result were as shown in the following table. حلو جدا. يبقى هو بيوضح عملية المية الممتصة وعملية الترانسبيريشنز. وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. أنا عشان أعمل ترانسبيريشن لازم يحصل absorption، يعني عمليتين ريليتد لبعض جدا. طيب تعالى بالراحة. بيقول لك the beginning of the experiment the absorbed water كانت 25 وهنا كانت lost water 25. فكده النبات ما عرفش يحافظ على الفسيولوجيكال سبورت بتاعته، هو خد ميه وراح فقد نفس الكميه. تقول لي طب ازاي ما هو فقد نفس الكميه؟ يعني لا كسب ولا خسر. هقول لك ما هو النبات ده كائن حي بيستهلك جزء من الميه، يبقى اكيد يستهلك جزء من الميه اللي جواه اللي كانت مخزنه قبل كده، وبالتالي ده اثر بردك على الفسيولوجيكال سبورت. طيب after 3 hours 25 هنا 25 وهنا كام؟ 40. طب ما انا عندي هنا 25 وعندي هنا 40، ده كده بالسالب، يعني هو خد 25 جنيه فقد 40 جنيه، يبقى كده النبات ده فقد الفسيولوجيكال سبورت بتاعته وش كده على طول. افتر 9 اور 25 35 اطرح كده بردك بالنيجاتيف، يبقى فقد كميه كبيره جدا. افتر 12 اور 25 و 20 يبقى 25 و20، يبقى كده النبات ده اكتسب وحافظ على 5 كيوبيك سنتيمتر، يعني النبات هنا حافظ على الفسيولوجيكال سبورت بتاعته. تعال نبص. بيقول لي what is the reason for changes occurred during the experiment. عايز اعرف ايه التغييرات اللي حصلت اثناء الاكسبيرمنت ديت. تعال نقرا الاختيارات ونعرف ازاي نستثني الاختيار. ركز معايا بقى كده وفوق معايا. a change in the structure support، هل ده تغيير في الدعامه التركيبيه عند النبات؟ اولا الدعامه التركيبيه ما بتتغيرش، يبقى الجمله دي ايه؟ غلط، لان الدعامه التركيبيه زي ما احنا عارفين هي دعامه بيرمننت، يعني دعامه دايمه، والدعامه الدايمه يا رجاله ما بتتغيرش وما بتتشالش. السؤال الثاني the plant will be subjected، النبات هيعرض to permanent wilting. لفظ permanent wilting معناه دبلان تام. طيب تمام. after 9 hours تعال نطلع فوق. هل النبات بعد 9 ساعات اتعرض لويلتنج تام؟ لا طبعا، بدليل ان هو الساعه بعد 12 ساعه رجع الفسيولوجيكال سبورت بتاعته، يبقى النبات ما تعرضش لدبلان تام. خلاص، يبقى ده كده الجمله دي بردك هستثنيها من الاختيارات. The physiological support isn't affected during the experiment. ازاي؟ ده عماله نازله وطالعه نازله وطالعه، يبقى الفسيولوجيكال سبورت بتتاثر. معنى ان هو يقول لي ما بتتاثرش معنى كده ان هي ايه؟ structural support، وهي مش structural support طبعا. تمام، هي مش structural support، الاجابه دي غلط. معنى كده لان structural support هي البيرمننت، اما الفسيولوجيكال بتبقى temporary. The plant regains its physiological support after 12 hours. اقول له النبات استعاد الدعامه الفسيولوجيه بتاعته بعد 12 ساعه from the beginning of the experiment. اقول له ايوه، بدليل ان هو كان هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف هنا نيجاتيف هنا بالايكوال. بردك الايكوال دي تعتبر بالنسبه لي نيجاتيف، لان النبات اكيد استهلك جزء من الميه المخزنه عنده، وبالتالي كده النبات اتاثر في الدعامه الفسيولوجيه بتاعته، ودي جمله صحيحه. السؤال الثاني بيقول study the opposite table which show the amount of energy ATP. هو هنا بيوضح كمية ال ATP، أعلم عليها. That is required for the normal contraction of the different muscles. ده كده contraction بتاع 4 عضلات. What is the muscle which contains the largest amount of motor unit؟
طب يا جدعان بصوا معايا، لفظ الموتور يونتس ديت وحدات حركيه، واحنا كنا بنقول عليها هي الاستراكشرال يونت وهي الفانكشنال يونت، هو السمشن بتاعها بيساوي الماسل كونتراكشن، خلاص كده، وهي الفانكشنال يونت يعني وحده الوظيفه بتاعت العضله. طب لما اجي ابص كده بالراحه، اول عضله استهلكت من الاي تي بي 380، ثاني عضله 3800، ثالث عضله 2000، رابع عضله 680. طب ما تيجي نبص كده ونقول لك ان العضله اللي عندها عدد موتور يونت كتير هي العضله زي ما بقول لك كده، هو العربيه اللي عدد حصانها بتزيد بيحرق طاقه اعلى، يبقى اكيد الموتور يونت اعلى، يبقى الاي تي بي اعلى، يبقى انا لما اجي اتكلم بقول له 3800 اي تي بي، فالاجابه عندي هتبقى رقم 2. خلاص كده الاجابه عندي هتبقى رقم ايه؟ رقم 2. السؤال التالت بيقول which of the following graphs represents the growth of the both sides of the tender if it touches an external support. بتشيل هنا لفظ التندر، بركز على كلمه touch support، يعني هو وجد سبورت، طلعت بمعلومتين. طيب هاجي انا ابص على الاختيارات على طول، لا ده كده غلط، انا كده بغلط، امال اعمل ايه؟ هاجي انا ابص على الحاجات اللي على الجنب دي، اللون ده بيدل على ايه؟ the touched side with support، يعني الحته اللي ماسكه السبورت. طب تعالى نطلع المعلومات، والله الحته اللي ماسكه السبورت اكيد الاكسجين فيها لو كونسنتريشن، يعني تركيز الاكسجين قليل جدا جدا جدا، لو كونسنتريشن اهو، تركيز الاكسجين قليل، وطالما تركيز الاكسجين قليل يبقى سلولي جروس، معايا كده سلولي جروس، وطالما سلولي جروس يبقى هو النمو بتاعه قليل عشان الاكسجين قليل. طب وده انتاتشد ده الاكسجين بيهاجم ليه، يبقى هاي كونسنتريشن من الاكسجين، يعني تركيز الاكسجين فيه عالي، وطالما تركيز الاكسجين فيه عالي يبقى اكسلريتد جروس، يعني نمو سريع، وطالما نمو سريع يبقى انا بختار الجزء ده بيبقى عالي، نمو عالي، والجزء ده نمو بطيء جدا. تعال نبص على الاجابه رقم ايه. رقم ايه فعلا زي ما انا عملت ان هو هاي كونسنتريشن راح مدي جروس عالي، ده افتر ايه؟ افتر تاتشنج. هو لما ما كانش لمس كان نسبه 50 يعني كان تركيز الاكسجين هنا 50 وهنا 50، فكانت ماشيه ايكوليبريم، لكن لما لمس ده عالي وده قل، صح كده؟ يبقى افتر تاتشنج سبورت. فالاجابه عندنا الادق تبقى رقم ايه. رقم ايه ليه بقى؟ بقول له ان النمو هنا بطيء ولكن النمو ده سريع. ليه؟ التفسيرات اللي انا قلت لك عليها، وانا قلت لك القاعده ديت واحفظها ورايا بالراحه خالص. في قاعده بتقول ايه؟ بتقول يا جدعان ار ال زائد اس اتش بيساوي اكسلريتد جروس. ار دي يا جدعان هي الروت، ال دي يا جدعان لو كونسنتريشن يعني تركيز قليل، اس معناها الستيم، ودي اتش ده معناه الهاي كونسنتريشن. ودي معلومه ليك انت عشان لو جاب لك سؤال بعد كده على الروت او الستيم في حاله الاكسجين كونسنتريشن. اما التندر يعامل معامله الستيم، يعني التندر ده ممكن اكتب تي اتش اللي هو التندر بيحب الاكسجين الايه؟ العالي عشان يدي جروس سريع. السؤال ده تحفه جدا. بيقول لي ان ان ايروبيك ريسبيريشن، هو انا شادد خط على كلمه ايروبيك ريسبيريشن. اتعلم ازاي احل السؤال، ازاي اطلع الكي ووردز من جوه. of the skeletal muscle the amount of energy produced، كميه الطاقه اللي بيتم انتاجها، ركز معايا كده اهو، from the hydrolysis of 1 glucose. طبعا احنا عارفين الهيدرولايز بتاعت 1 جلوكوز دي اللي هو ايه؟ الجلايكولايسيس. الهيدرولايسيس معايا الجلايكولايسيس والكريبس سايكل والالكترون ترانسبورت تشينز اللي احنا كنا بناخدها، الاكسيديشن اوف جلوكوز، اكسده الجلوكوز، اوكسيديشن اوف جلوكوز ايكوال 38. يعني الراجل طيب جدا ووضح لي المعلومه، بيقول لي والله يا ابني اثناء التنفس الهوائي يعني وجود الاكسجين والدنيا بيس والدنيا كويسه، والله الراجل ده بيستهلك او بيجيب الجلوكوزه الواحده بتطلع له 38 اي تي بي، 38 اي تي بي. حلو كده؟ حلو كده. يلا نكمل. while in anaerobic respiration، ممتاز، اثناء التنفس الغير هوائي يعني نقص الاكسجين، مفيش حاجه اسمها انعدام الاكسجين لكن نقص الاكسجين، deficiency of oxygen يعني. 1 glucose molecule produced 2 ATP. تمام، والله بيقول لك في الاناروبيك بقى الجلوكوزه الواحده بتنتج 2 اي تي بي. ممتاز جدا. يبقى انا كده عندي معلومتين. المعلومه الاولانيه اطلع هنا كده بس دي واحده، ان اثناء الايروبيك، ركز معايا يا دكتور يا دكتوره، الجلوكوزه الواحده بتطلع 38 اي تي بي، والاناروبيك غير الهوائي الجلوكوزه الواحده بتطلع يا رجاله 2 اي تي بي. ممتاز. ولكن السؤال ما بيسالش هنا على الجزئيه دي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي the opposite graph shows the amount of ATP and lactic acid. ممتاز.
بيوضح كميه الايه الاي تي بي واللاكتيك اسيد that are produced during the activity of skeletal muscle. هو ليه جاب سيره اللاكتيك اسيد؟ لان انت درست الماسل فاتيج ودرست ان الماسل فاتيج بيتم في اناروبيك ريسبيريشن نتيجه لوجود الاناروبيك ريسبيريشن. يبقى الاناروبيك ريسبيريشن التنفس غير الهوائي هو ده نتيجه الماسل فاتيج. عايزك بقى كده تفتح مخك معايا. الماسل ايه؟ فاتيج اللي هو الشد الايه؟ العضله. يبقى اقول هنا الماسل اهو فاتيج هو الاناروبيك معايا كده. وتراكم مين يا رجاله؟ تراكم اللاكتيك ايه؟ اللاكتيك اسيد. ممتاز. تعال نكمل. فبيقول لك انا عايز اعرف وات از ذا ريشيو. ايه هو الريشيو؟ طالما الريشيو يبقى تعرف ان انت تعمل ايه؟ سمبليفاي. هتبسط الموضوع في الارقام. between the amount of glucose consumed by muscle during its normal activity. يبقى انا عايز اعرف كميه الاي تي بي الجلوكوز اللي انا محتاجها في الايروبيك by the muscle during its normal activity compared to the consumed amount by the muscle. وعايز اعرف كميه الجلوكوز اللي تم استهلاكها في الاناروبيك. بس استنى، هو مش بيسأل على اي حاله، هو بيسأل على الحاله اللي قدامنا دي. طب بص معايا وركز. ايا كان الارقام اللي هيجيبها فلا بد انها هنا تبقى قبلها على الاسم. والارقام اللي جايبها لك هنا هي تضاعف الارقام دي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو هنا 10 جلوكوز يبقى يجيب لك هنا رقم 380. لو هنا مثلا 10 جلوكوز يبقى يجيب لك هنا رقم 20. انت معايا ولا مش معايا؟ معايا كده؟ يبقى فهمنا اللعبه؟ اللعبه ان انا بحسب عدد الجلوكوز موليكيول وعدد الاي تي ايه؟ الاي تي بي. يبقى هي نفس الايه؟ نفس الريتم. فانا عايز اعرف الاوروبيك اناليتيك. يا مستر الاوروبيك بيطلع 38 اي تي بي صح كده؟ لكل جلوكوزه. اما ده بيطلع 2 اي تي بي للجلوكوزه الواحده. يبقى انا عشان انتج نفس كميه الطاقه اعمل ريشيو في الاوروبيك والان اروبيك معايا كده. يبقى انا بحسب هنا يا رجاله في الاوروبيك ريسبيريشن معايا كده انا محتاج جلوكوزه واحده قبال 19 جلوكوز عشان انتج نفس الكميه في الاناروبيك. يعني كل 1 جلوكوز موليكيول هيطلع قد 19 جلوكوز موليكيول في حاله الاناروبيك. ليه؟ لان الجلوكوزا في الاناروبيك بتنتج 2 اي تي بي والجلوكوزا في الاوروبيك بتنتج 38 اي تي بي. ده طريقه من الحل خلي بالك. يبقى هنا في الجلوكوزا في الاوروبيك بينتج 38، في الاناروبيك بينتج 2 اي تي بي. ده بقول له هنا علشان انتج نفس كميه الطاقه نفس كميه خلي دي يعني 38 فاضرب دي في 19 عشان اخلي دي 38 يبقى انا محتاج 19. دي طريقه من الحل. الطريقه الثانيه بص يا برنس. ماسل ديورنج ايروبيك ريسبيريشن هعمل لك هنا علامه صح كده؟ هو احنا 38 زائد 38 بيساوي كام؟ قال لك بتساوي 76. يبقى هنا عدد 76 اي تي بي خلاص كده او 76 ايه مولكيول. وهنا كام يا رجاله؟ نفس الكلام 76 معايا كده 6 وايه و70. عشان انتج 76 و76 يبقى انا محتاج 38 مش عارف بقى يبقى هي نفس النسبه. يبقى انا لما احسبها على الريشيو اللي هو مديوني اصلا اللي هو 38 ل 2 اقسم يطلع لي 1 لايه؟ ل 19 بالنسبه للجلوكوز موليكيولز. السؤال الخامس. The opposite figure shows a joint in human body. تمام. What is the structure that is responsible for determining؟ بص يا دكتور قال ايه هنا؟ قال determining the amount او قال the movement of direction وقال direction. قال movement وقال direction. وانت درست ان الليجمنت عندنا هي responsible for determination of the joint. يعني هي اللي بتحدد اتجاه الايه؟ الجوينت. طب تعال نبص كده على الليجمنت. هل يا ترى رقم 2؟ رقم 2 ده تندون اخيلس تندون. رقم 1 جاستروسينيماس ماسل. رقم 4 ده البونز. رقم 4 ده الليجمنت. رقم 3 ده الليجمنت. يبقى 3 ده هو الليجمنت. هو انا ليه اخترت رقم 3؟ لان هو قال لي دايركشن وانا درست ان الدايركشن بيتحدد عن طريق الليجمنت. يبقى انا بروح ادور على الرسم على الليجمنت. هتقول لي انا بس انا ما اعرفش اسم الليجمنت ده وانت مش مطالب تعرفه. طب انت عرفت منين يا دكتور ان هو الليجمنت؟ هقول لك انا عرفت منين. عرفت ان هو بيربط بين بون وبون وانا عارف الحاجه اللي بتربط بين كل بون وبون تبقى ليجمنت صح كده؟ بتبقى ايه؟ بتبقى ليجمنت. السؤال السادس. all or none law. في قانون درسناه في ثانيه ثانوي كان بيقول all or none law واحنا درسناه لكم في ثالثه ثانوي على فكره في النيورو امبالس في الاشاره العصبيه بتاعه المصل. بيقول لي all or none law قانون الكل لا شيء. قانون الكل لا شيء عشان نبقى متفقين ده بيقول ان لو كانت الاشاره sufficient هيحصل استجابه. ولو زادت قوه الاشاره لا استجابه. الاستجابه هي تفضل نفس الكلام. الاستجابه بتاعتنا تبقى سيم سترينث نفس الرد نفس الريسبونس مهما كانت قوه الاشاره.
يبقى انا عايز اقول لك القانون كله لا شيء يعني ايه؟ يعني لازم الاشاره تبقى sufficient عشان يحصل ريسبونس استجابه. يعني ما ينفعش يا جدعان اجي ازق انا عربيه وانا قوتي مش هتعرف تزق العربيه، يبقى انا كده اشاره غير sufficient insufficient. لكن طب لو جنبي جه واحد واثنين وثلاثه اصبحنا ايه؟ بنزق العربيه. طب لو زودنا هي نفس الزق وهي نفس الحركه عادي جدا. هو ده بالنسبه للمصل او بالنسبه للامبالس عندنا. تعال نكمل، احنا شرحنا لك الاور والله اللو. طب لو كانت الاشاره insufficient غير كافيه، لو كانت الاشاره غير كافيه مش هيحصل استجابه. زي حجر الساعه، طب ما حجر الساعه كهرباء ولكنه ما فيش ايه؟ استجابه بتحصل ان الكهرباء بتاعته غير كافيه انها تثير الخلايا العصبيه. That controls the muscle contraction which means that the muscle doesn't contract. العضله لن تنقبض unless the stimulus is sufficient. بيقول لك العضله لن تنقبض الا اذا كانت الاشاره sufficient to stimulate it to contract، انها تنقبض. So the muscle contract with its maximum strength. العضله هتنقبض بنفس القوه ولا انا قلته لك. If the two identical muscle، لو عندك عضلتين are exposed to two stimuli، اتعرضوا لاشارتين which are sufficient، الاثنين كانوا كافيين to stimulate them but the first stimulus is double strength of the second stimulus. What is the result of this؟ هو بيقول لك ان الاشاره الثانيه كانت ضعف الاولانيه. قول له الاستجابه واحده. The first muscle contract but the second muscle doesn't contract. غلط، لان هو قال لي sufficient فوق. The first muscle contraction will be double the second muscle. برضه غلط. ليه غلط؟ عشان هي نفس الاستجابه، ما ينفعش يقول لي دي دبل دي. The second muscle contraction will be double the first muscle. برضه غلط. The contraction of the two muscle will be the same strength. قول له عارف الإجابة دي فين؟ الإجابة هنا. والإجابة هنا. خلاص؟ الإجابة هنا. تمام؟ الإجابة إن أنا مهما زادت قوة الإشارة إيه الاستجابة واحدة. Same response. Study the opposite graph that illustrates the speed of growth. ده معدل النمو بتاع التو سايدز بتاع التندر. حلو. وانا عندي في التندر حاجتين او فرعين زي ما قلت لك. الحته الاولانيه بتبقى كونتاكت والحته الثانيه بتبقى فور. حتى قلت لك سي اف سيف ده نمو بطيء، وفار ده نمو بعيد ونمو كبير. خلاص كده عشان الاكسجين بيبقى فيه عالي جدا. فبيقول لك what can you deduce from the graph. تعالى نقرا الجراف. ده السايد A وده السايد B. طيب هو مش هيحدد هنا ده مين فار ومين كونتاكت ولا الكلام ده، لكن انا هستنتج من الجراف ان مع مرور الوقت التو سايدز عمالين يقلوا في النمو، وانا المفروض عندي واحد بيعلى في النمو وعندي ناحيه ثانيه واحد بيقل في النمو. فازاي الاثنين بيقلوا؟ معنى الاثنين قالوا معنى الباشا دوت ما لقاش سبورت تلمه، ما لقاش سبورت يحضنها، ما لقاش حاجه يسند عليها، ما لقاش سند. فبقول له هنا ايه؟ ذا تندر. تعالى نقرا. ذا تندر didn't find the suitable support. التندر لن يجد السويتبل سبورت بتاعته الدعامه اللي هو كان عاوزها. ليه يا مستر؟ لان معدل النمو كان بيقل في التو سايدز، وانا عندي التو سايدز واحد اسمه سي اف. سي يعني كونتاكت، فار يعني كتير. فار ده اللي هو بيعمل اكسلريتد جروث نتيجه لتراكم الاكسجين، والسي ده اللي هو اكسلريتد ايه؟ نمو قليل عشان الاكسجين فيه قليل. The tender is in a stage of searching for support. هل التندر في مرحله البحث عن support؟ والله لو في مرحله البحث امتى اختارها؟ على فكره ممكن اختارها لو كان النمو اصلا بتاع الاثنين ثابت معايا كده، ثابت لفتره معينه. طيب the tender twins around the support. ما لو كان توينز بقى حصل سي اف، لو كان توينز كان سف زي ما بنقولها كده. the plant grow vertically upward. النبات يعني ايه vertically upward؟ عارف يعني ايه؟ معنى الجمله دي ان النبات وجد السبورت بتاعته او التندر وجد السبورت وبعدين النبات بدا ينمو فيرتيكالي، وده الكلام ده مش صح لان هو ما وجدش السبورت بتاعته. بسم الله. نمبر 8. نكمل هنا على السؤال رقم 8. بيقول لي if the structure x and y. بيقول لي التركيب x و y مالهم يا سيدي؟ have same type of tissues. تمام، طالما نفس التيشوز يبقى انت بتتكلم على بون وراها بون بينهم جوينت او كارتلج. the same type of the tissue and the structure that connect between them. بيقول لي structure that بيربط بين بون وبون، يبقى ده بيقصد بيه الليجمنت. خلاص كده؟ what does the letter L؟ عايز اعرف letter L ده ايه يا ابني؟ refer to. ده مثلا الجوينت المفصل بين كل بون وبون اكيد في جوينتس الا الفيوزد جوينت اللي موجوده في الفايبرس جوينت. خلاص كده، ودول بيبقوا فيوزد. تمام، يعني عشان كده بنقول عليها immovable ما بتتحركش.
سؤال سهل ولذيذ. السؤال رقم 9 the opposite figure represents the neuromuscular junction. يا جدعان neuromuscular junction هي الساينابس. لو سمحت اعرف البدائل للكلمات. study it then answer which of the following shows the role of calcium ions. عايز يعرف دور الكالسيوم اين. طب بصوا يا رجاله بقى، كالسيوم اين كان بيجيب ان السؤال ده في النظام القديم كان بيقول لي يا ابني قول لي دور الكالسيوم اين. كان يا جماعه دورين، يعني الطالب لازم يكتب لنا الدور الاولاني والدور الثاني. الدور الاولاني ان الكالسيوم بيعمل رابتشر في السينابتيك فيزيكل، والدور الثاني بقى، الدور الثاني ان الترانسفيرز لينك اكت از هوك في وجود الكالسيوم والاي تي بي. خلاص كده، اكت از هوك في وجود الكالسيوم والاي تي بي. طيب يبقى طب هو امتى بيعمل از هوك؟ في حاله الماسل كونتراكشن، يعني في حاله انقباض العضله. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. طيب تعال نبص. اول حاجه بيحصل رابتشرز معنى كده في السؤال ايه الجزء الاولاني ان هو بيحصل رابتشر وعايز يعرف الدور بتاعه فين، فبقول له رقم 1 هيحصل رابتشر في السينابتيك فيزيكل، يبقى ده دور الكالسيوم الاولاني. السينابتيك فيزيكل موجوده هنا اهو. طب وبعدين قال لك رقم 4 في حاله الماسل كونتراكشن انقباض العضلات، يبقى اقول له الاجابه عندي هتبقى رقم 1 ورقم 4. ليه رقم 1؟ رقم 1 هنا حصل رابتشر انفجار في السينابتيك فيزيكل، رابتشر اوف سينابتيك فيزيكل. رقم 4 حصل كونتراكشن ماسل كونتراكشن. Study the following graph that illustrates the change in the length of gastrocnemius muscle. عايز يعرف قوة حركة الجاستروسينيماس muscle عضلة باطن القدم during working for the same person where A and B expresses to different cases of these gastrocnemius muscles. تمام، تعال نبص. What could be expected in the terms of the distance that will be covered by person in each case. ممتاز. حضرتك ملاحظ ان قوة الكونتراكشن بتاع الراجل رقم ايه اعلى من قوة الكونتراكشن بتاع الراجل رقم بي. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. يعني لما اجي انا ماشي كده بسرعه غير لما اكون ماشي ببطء وماشي على الكورنيش، يعني فده اللي هيمشي اكتر عن التاني اللي هيمشي اقل. يبقى اقول له الاجابه دي قبل ما ابص على الاجابات ان الراجل رقم ايه هيمشي اكتر من الراجل رقم بي. يبقى انا بقول له what could be expected in terms of the distance that will be covered by the person in each case. The distance in the two cases A and B is equal. غلط طبعا. ازاي؟ ده واحد بيعمل كونتراكشن بقوه والتاني بيعمل كونتراكشن بالراحه على نفسه وهو ماشي. The distance in time is greater than in A. لا، the distance in case A is greater. الكيس A ده greater than يبقى المسافه اللي رقم A ده مشيها اكتر من اللي رقم B مشاها. ليه؟ علشان قوه الكونتراكشن في رقم A اعلى من قوه الكونتراكشن في رقم B. ودي اجابه السؤال الصحيح. تعال نقرا الاختيارات الثانيه. The distance in case A is smaller than that case B. طبعا غلط. ازاي؟ ده قوه الكونتراكشن بتاعته اكبر ومعدل الويفز بتاعته اللي هو بيعملها اكتر من اللي عملها رقم B. There is no relations ما بين ال change of gastrocnemius muscle. مفيش قوة علاقة بين ال gastrocnemius muscle length and the distance that's covered. غلط طبعا. ازاي يعني؟ انت بتشغل ال gastrocnemius muscle في الكونتراكشن بتاعك. السؤال رقم 11. What is meant by functional unit؟ وحدة الوظيفة of the muscle that's composed of 75 structural units. structural unit ده رجالة هتشيلها كده، شيلها واكتب لي عليها muscle fiber. muscle fiber. تمام. The motor nerve fiber supplies 75 muscle fibers. الموتور نيرف فايبر بيغذي 75 muscle fiber. ليه طيب؟ انت عارف ان كل موتور يونت بيخش لها موتور نيرف بيغذي من 5 الى 100 muscle fiber. المينيمم 5 والماكسيمم 100. فبيقول لي 75، يبقى خلاص انا شلت كلمه ستراكشر يونت اكتب عليها الماسل فايبر. الباقي بقى مش محتاجين، دي اسئله مش معلوماتيه، اسئله بيضربها بس في الارقام مش اكتر من كده، بس نقراها برضك. The motor unit is composed from 5 to 75. طب ما انا عارف انها من 5 ل 100 اصلا. There are 75 motor nerves supply the motor unit. في كده 75 نيرف يا راجل. ازاي 75 نيرف؟ كل نيرف لكل موتور يونت. ذا نمبر، انما عدد النيورو ماسكولار جانكشن ده اللي بيختلف بقى، بيبقى بنفس عدد الماسل فايبر. ذا نمبر اوف تيرمينال اربرايزيشنز
terminal arborization هي الايه؟ التفرعات اللي بتعمل ساينابس. that supplies the structure unit is 75. طب ما الترمينال arborization التفرعات الشجيريه ممكن تتفرع معايا كده. supplies the structure unit الواحده، الستراكشر يونت الواحده 75، يعني 75 نيورو ماسكولار جانكشن عند الستراكشر يونت الواحده عند الماسل فايبر واحد. لا طبعا ده كلام مش منطقي خالص، كلام ايه غلط، والمفروض الطالب يتنبأ ان ايه يعني ده سؤال للعيال ايه اللي هي تجيب درجات. انا بقول لك ازاي تتعامل مع السؤال. تعال نبص ازاي نتعامل مع السؤال رقم 12. بيقول لي which of the following indicates، انهي من دول يشير indicates the occurrence of fatigue، حدوث الاجهاد in one of the skeletal muscle، في عضله من عضلات الهيكل. طب يا رجاله بصوا، يعني ايه اصلا فاتيج؟ فاتيج ده معناها نقص الاكسجين. فاتيج ده معناه ان لاكتيك اسيد هيتكون. فاتيج ده معناه ان انت هتستهلك كميه جلايكوجين فوق الخياليه، يبقى الجلايكوجين هيقل. دي كده ايه اسباب الفاتيج. طب تعالى نشوف. بيقول لك انا عايز اعرف علامه تدل ان فعلا عند الراجل ده عنده فاتيج. The rapid consumption of glycogen stored in the muscle. برافو عليك. استهلاك كميات جلايكوجين عاليه جدا ده يشير ان الراجل ده عنده مصل فعلا فاتيج. يبقى اقول هنا the rapid consumption. حد يعرف يفسر لي الاجابه دي؟ ليه انا اما استهلك جلايكوجين عالي فمعنى كده ان انا مجهد او معرض للاجهاد؟ نفهم. تعال اقول لك. معنى كده ان انا معرض للاجهاد لان الجلايكوجين عندي بيتفك يبقى جلوكوز في حاله الفاتيج علشان يغطي كميه الجلوكوز المطلوبه لانتاج الطاقه المطلوبه، وده مش هيغطي برضك. يعني ايه؟ يعني كميه الطاقه طالما مفيش اكسجين كده كده كميه الطاقه برضك هتقل. 13 if a person keeps his balance. راجل واقف في المترو، فالمترو راح زي ما احنا بنعمل كده وجه يفرمه، فالراجل راح شادد ايده كده، فبيسالك بيقول لك هو الراجل ده استخدم انهي عضله؟ الراجل ده يا رجاله استخدم فولانتري ماسل كونتراكشن، العضلات الاراديه المخططه. عضلات ايديه اللي هي الفولانتري ماسل كونتراكشن اللي هي يا رجاله سترايتد، مميزاتها انها سترايتد، ان اللي هي مميزاتها جالها فاتيج. عشان كده لما بيبقى بيتشعلق بايده في البتاعه بيقول لك والله ده انا ايديا وجعتني يا اخي. سؤال رقم 14 بيقول ايه؟ Study the following graph that illustrate the strengths of the two types of support implant A and B. حلو جدا. Then conclude. Strengths of support قوة الدعامة. في دعامة ثابتة ما بتتغيرش اكتب عليها structural. الستراكشر دايما بتبقى بيرمننت، دايما ما بتتغيرش لانها بتعتمد على الديبوزيشن بتاع الهارد ماتيريالز على السيل وول او ان ذا سيل وول. انما بي دي او ايه دي بتتغير، فدي كده فيسيولوجيكال سبورت. ممكن نبات ياخد ميه النهارده فقدها بكره فقدها كمان شويه، يبقى رايحه وجايه يعني temporary. عشان كده قالوا على temporary. What is the difference between the two supports A and B? The support A deals with the cell wall. غلط، لان السبورت A physiological. The support A provides hardness and protecting the cell. برضه غلط، لان support B هي اللي بتعمل كده. Support A is temporary and support B is permanent. دي كده جمله صح، ان ديت temporary وديت permanent. هشيل كلمه temporary هكتب عليها physiological، هشيل كلمه permanent هكتب عليها structural. The support A depends on the deposition of the new materials in the cell wall, while support B depends on the presence of the water in the sap vacuole. سؤال رقم 15. A person شخص suffers from an acute pain عانى من ألم حاد in the lumbar vertebra. lumbar vertebra خلي بالك مركز الفقرات وهي أكبر الفقرات حجما. which affects the nerves اللي بيغذي الأعصاب that control the lower limbs اللي بيغذي اللور limbs الأطراف السفلية. which of the following describes the case of these persons. عايزين نوصف حالة الراجل دوت. shortage of synovial fluid among the lumbar vertebra. هل السينوفيال فلويد قل ما بين اللمبر فيرتبرا؟ طبعا لو جبت كلمه سينوفيال فلويد في اللمبر فيرتبرا المفروض تنقص، والمفروض الراجل يديك ايه؟ يعني يديك في وشك. absence of posterior articulating process of the lumbar، يعني البوستيريور اختفوا يعني مثلا اتنحتوا يعني. shortage of calcium in the lumbar. هل نقص الكالسيوم؟ ما هو نقص الكالسيوم دوت ما يعملش ايه؟ ما يعملش acute pain، الم حاد يعني هشاشه عظام بس مش الم حاد.
corrosion of cartilage among the lumbar vertebrae. تآكل الغضاريف ما بين الفقرات اللمبر. ليه؟ اولا الكارتليج لما بيتاكل بيبدا العظم يبان فبيحتك، ولما بيحتك العظم بيحصل بليدنج نزيف وده بيبين الاعصاب فبتعمل الم شديد جدا. فدايما الراجل اللي عنده الروماتويد او عنده حاجه زي كده بيعاني من الام شديده. سؤال رقم 16. The following figure illustrates the structure of sarcomere in a skeletal muscle. What is the similarity between the two structure 1 and 2؟ عايز اعرف ايه وجه التشابه بين رقم 1 وبين رقم 2. اولا رقم 1 ودوت بيبقى الاكتين فيلامنت، اما رقم 2 فهو الميوزين. رقم 1 ده عباره عن بروتين سن، اما رقم 2 سيك بروتين. فالتشابه بين الاثنين هما الاثنين بروتينات. نركز في الكلام لانه قال لي وات از سيميلاريتي ما قالش ديفرنس. خلي بالك بالكلمه ديت والله بتوقع سيميلاريتي وديفرنسز، سيميلاريتي وديفرنسز. فبقول له their ability to move during the contraction and relaxation، القدره على الحركه والانقباض. their presence in all muscle types، موجوده كل انواع العضلات. طب ما الميوزين مش موجود غالب، في الغالب سموث ماسل، يعني ما العضلات السموث الناعمه ما بتحتويش على ميوزين يا رجاله، ومعظم البروتين اللي فيها اكتين. their ability to form transverse link، transverse link يا رجاله بتتكون بالميوزين والكالسيوم اين. they consist of the same building unit. ليه؟ لان ده بروتين بيتكون من building unit اسمها امينو اسيد، وده بروتين بيتكون من building unit بردك اسمها امينو اسيد. يبقى اقول هنا their ability to form transverse link، اقول الاجابه تبقى رقم دي. The opposite figure illustrates the integrations among all body muscles. تمام، تكامل ما بين كل عضلات جسمك. On doing this physical activity what are the muscles that mostly need energy؟ عايز اعرف اكتر عضله هتحتاج ايه انرجي كتيره to perform their activity. طب الراجل اللي بيأدب ده بيأدب بايه؟ بيأدب بالشولدرز والايه والارمز، عضلات ايديه وعضلات الشولدر اللي هو الايه الحزام. طيب يبقى اقول له هنا arms and shoulder، يبقى الاجابه تبقى رقم ايه. ترانك ده اللي هو الصدر يا جدعان مع البطن ده لا طبعا، والفيت مصر هو مش بيلعب هنا بالصدر، يعني هو بيلعب بيأدب بعضلات ايديه، وطبعا بتحتاج طاقه ولكن اقل طبعا. انتركوستال امونج ماسلز، انتركوستال دي اللي هي العضلات اللي موجوده بين الريبس، الضلوع، النك ماسل، عضلات الرقبه. اكيد ما فيش حد بيعوم برقبته كده، بتستهلك طاقه على فكره الرقبه. 18 بس مش اعلى حاجه يعني. The opposite figure illustrates a part of the upper limb. What is the result of occurrence of these fractures؟ الراجل ده حصل له كسر. طب انا عارف دي النا ولا الريديوس؟ والله شاطر يقول لي دي النا. ليه؟ بص معايا كده وركز. اولا دي الريديوس عشان ماسكه في الصمب الصباع الكبير، ودي كده الالنا. What is the result of occurrence of this fracture inability to move the lower arm؟ مش هيعرف يحرك اللور ارم الجزء اللي تحت ده. معايا كده؟ تلاقيه مجبس نص ايده اللي تحت ده كده كويس مش عارف يحركه. يبقى اقول هنا ايه؟ inability to move the lower arm. دي صح، اجابه صح. Stopping the transmission of nerve impulse، ايقاف انتقال الاشارات العصبيه وقطع عصب هنا؟ لا طبعا. Tearing the tendon of the muscle، التندون اتقطع بتاع العضله بردك لا. Tearing of the ligament of the joint بردك غلط. السؤال رقم 19 بيقول لي What are the cells؟ ايه هي انواع الخلايا that provide the plant with structural support؟ انواع الخلايا اللي في structural support and have an indirect role. خلي بالك هو ما قالش انواع المواد، هو قال انواع الخلايا. خلي بالك عشان ده بتفرق كتير. لو قال لي ايه انواع المواد هقول لك كيوتين. لو قال لي ايه الخلايا هقول له ابيديرمس، ان الابيديرمس عليها كيوتين، فالكيوتين اللي عليها بيمنع خروج الميه. يبقى انا بقول هنا ايه؟ ذا ستون سيل طبعا غلط لان دي كده ما عندهاش اصلا فيسيولوجيكال سبورت. الفايبرس نوع من انواع السكالارينكايما، خلايا السكالارينكايما هي والستون. ليه بإبيديرمس صح؟ عشان عليها كيوتين، كفرد ويز كيوتين، والكيوتين ده ماده امبيرميبل، يعني ماده غير منفذه، امبيرميبل. فلويم بارينكما بردك لا. سؤال رقم 20. In front of you، قدامك، one of human joint، احد مفاصل الانسان، if the ligament in this joint are replaced by tendon. لو احنا يا رجاله استبدلنا الجوينت دي خلاص استبدلنا الليجمنت بتندون، هل يقدر يحرك رجليه؟ طبعا لا. ليه؟ لان احنا درسنا ان الليجمنت هو اللي بيحدد الدايركشن بتاع الايه؟ المصل. فمعنى كده
controlling the direction of the joint. عدم هل يقدر يتحكم في حركه joint. the ability to move the joint, decreasing the friction, growth of the bone. اقول له والله ايه الفانكشن will not be performed, will not هو هنا نفى. اقول له controlling the direction of the joint. استحاله يعرف يحدد اتجاه الجوينت لانك انت استبدلت الليجمنت بالتندون. 21. Study the opposite graph which illustrate 4 individuals making a competition of ascending ladder. بيطلعوا سلم خلاص كده وعاملين competition تنافس كده زي ما احنا واحنا صغيرين كده ونطلع سلم كده ايه مين اسرع. of the building which consists of the 5 floors several times and the concentration of lactic acid produced by the body. يعني كمية اللاكتيك اسيد تم انتاجها بكل ايه بكل واحد. which individual didn't perform the needed exercise continuously before competition. انهي واحد ما عملش اكسرسايز كويسه قبل الكومبيتيشن. طب وانا اعرفه منين ده؟ اللي تلاقي عنده لاكتيك اسيد في دمه كتير خلاص كده يبقى دوت ما عملش او ما خدش بالاسباب زي ما بنقول كده وما اتدربش كويس على موضوع الكومبيتيشن دوت. خلاص طيب تعال نبص كده وركز معايا. انا لما اجي اركز هقول له ده والله اعلى لاكتيك اسيد يبقى الراجل ده ما عملش تمرينات كويس يبقى الراجل ده معدل التنفس بتاعه مش افضل حاجه. يعني تعال اديك مثال بسيط جدا. اذا انا بدات اسخن ومعدل الريسبيريشن بتاعي بدا يعلى اللنج بدا يتفتح ضغط الدم بدا يعلى ضغط الدم بيعلى خلاص فتحول الجلايكوجين لجلوكوز بدا يعلى كل الكلام ده بيتم في التسخين وبالتالي لما بتنزل ماتش تقيل ولا حاجه بتبقى انت مسخن قبلها وبالتالي بتلاقي نفسك حتى اللي بينزل ماتش كوره ولا حاجه ويقول لك مش مسخن بيعرض الى المصل فاتيج او المصل احيانا بعد الشهر مصل سبازم. Study the opposite graph that illustrate the amount of substances that are present in the some plant cell wall. ده بعض المواد اللي موجوده في السيل وول بتاع النبات. What are the cells that express the stone cell؟ خلي بالك انا لازم اركز على كلمه stone cell. stone cell يا رجاله خلايا سكالرين كايمه سيل. خلايا السكالرين كايمه يا رجاله بتبقى covered with حاجتين covered with سيلولوز وليجنين. يبقى انا باجي هناك ابص على حاجه مدهونه بالسيلولوز والليجنين. طب انا اعرفه منين؟ بص على الالوان بتاعه البوكسز علشان تعرف تختار صح. سيبرين ده لونه اورنج السيلولوز بلو والليجنين جرين. خلاص نختار السيلولوز ونختار الليجنين فالاجابه عندنا هتبقى رقم كام؟ رقم سي. تمام ده الاجابه الصحيحه عندنا. ليه طيب؟ عشان انا خدت من كلمه ستون ان هو مخبي كلمه سكالرين كايمه في كلمه ستون يا جماعه. What is the vital activity؟ هي العمليه الحيويه that serves the function of the skeletal muscle in the human body. rib movement حركه الضلوع. حركه الضلوع تمشي. ليه حركه الضلوع؟ اولا عضلات اللي على الضلوع بتبقى ستريتد ماسل عضلات اقدر اتحكم فيها. تمام اللي هي الريش. pushing the blood from the heart ضخ الدم من القلب دي كاردياك ماسل. moving the fetus from the uterus اليوترس الرحم سموث ماسل عضلات ناعمه ملساء ماليش تحكم فيها. curing and mixing food with digestive juice in the stomach خلط الاكل مع عصاره المعده برضك غلط لان المعده عندي بتبقى سموث ماسل. فالاجابه صح يا رجاله تبقى رقم E. 24 بيقول لي study the opposite figure that illustrates the state of one sarcomere. تمام during its normal activity يعني هي كانت relaxed by contracted. What is the scientific explanation for uncontrolling direction of the movement of the joint؟ بص كده بالله عليك انت طالما قلت direction يبقى ايه؟ of the movement of the joint whose movement is controlled by the muscle in which this sarcomere is a part of it. بيقول لك دلوقتي العضله دي مش عارفين نحدد الاتجاه بيها او فقدت القدره على تحديد الاتجاه. هو مين اللي بيحدد الاتجاه اصلا؟ الليجمنت. يبقى اقول هنا ايه؟ ليجمنتيرنج حصل تقطيع في الليجمنت. عايز اقول لكم على حاجه ان معظم الناس اختارتها تندون بس هي كلمه دايركشن خلينا نختار ايه؟ ليجمنت لان التندون ما بيحركش او ما بيوجهش. بص بقى اختاروا ليه تندون عشان جاب كلمه ماسل في السؤال. هو ما بصش على كلمه دايركشن هو مخبي كلمه دايركشن. 25 احنا بنطلع المستخبي. The opposite figure illustrates the structure of the human thoracic cage. What is the importance of the presence of the structure X that is a part that is present at the end of the ribs؟ عايز اعرف structure X ده ايه؟ preventing corrosion of the rib. هي الريبس اصلا راكبه على بعض زي الفرتبرا؟ لا طبعا. عشان يمنع الكروجن اصلا. forming a fibrous joint. الفايبرس جوينت موجوده في السكال وموجوده في السنان مش عليك. helping in ribs movement بتساعد في حركه الريبس فعلا.
ليه بتساعد في حركه الريبس؟ بتعمل اكسباندنج. فالليجمنت ده او سوري الكارتج ده بيدي فلكسبيليتي برضك. تمام. 26. The opposite figure illustrates the structure of the skeletal muscle. ده عضله. What is the most important characteristic of the structure? Number 1. عايز يعرف تركيب رقم 1. Its ability of contraction and relaxation spontaneously. يعني بيعملوا contraction و relaxation. It is surrounded by membrane. طب ما هو كله بيعمل contraction و relaxation spontaneously ازاي؟ هل يا spontaneously بدون اي اشارات عصبيه ولا الكلام ده؟ ده skeletal muscle يا جدعان. striated muscle. It is surrounded by a membrane. محاطه بممبرين. It contains more than one nucleus. اقول له بص بقى. اولا ده muscle fiber. تعال نترجم العلمي. ده كده muscle fiber. والماسل فايبر ده بيساوي الماسل سيل. والماسل سيل دايما او خلايا العضلات تحتوي على مالتي نيوكلييتد، يعني فيها كذا نيوكليوس. فبقول له هنا it contains more than one nucleus. Studies the opposite graph which illustrates the concentration of the lactic acid. علم على كلمة lactic acid. Produced in the body muscles of the four individual. 4 أشخاص كون في جسمهم lactic acid. Which individual consumes the least amount of glycogen. مين أقل واحد يستهلك جلايكوجين؟ أقل مش أعلى واحد يستهلك جلايكوجين. أعلى واحد يبقى أعلى لاكتيك أسيد. عشان يحول الجلوكوز دي لاكتيك أسيد كتير. أقل واحد فيهم لاكتيك أسيد. فإن الإجابة تبقى إيه؟ تبقى إيه اللي هو أقل واحد أصلا. عشان كلمة ليست. لما نيجي نعمل ريليشن اكتبها ورايا كده. ما بين amount of glycogen و amount of lactic acid. العلاقة بينهم ده يزيد ده يزيد. مع كده ده هنا يتم ان هو يقل، كل ما بدأ يقل ويتم استهلاكه بكمية كبيرة اللاكتيك اسيد ايه؟ بيعلى. عشان كده كانت من علامات المصل فاتيج ان استهلاك كميات من الجلايكوجين عالية. Study the opposite figure which illustrates the structure of the last thoracic vertebra, then determine what is the result of the absence of the structure number 2. ايه اللي يحصل لما التركيب رقم 2 يبقاش موجود؟ طيب فين يا مستر؟ في اخر فقره صدريه. اخر فقره صدريه دي مرتبطه بايه؟ اللي هي رقم 19 المرتبطه بالسكند فلوتنج ريب. يبقى دي رقم 19 اكتب كده عليها ايه اللي مرتبطه بالسكند فلوتنج ريب. What is the result of the absence of structure number 2؟ اللي يحصل رقم 2 disturbance in the articulation with the second floating rib. اول اجابه اللي احنا حليناها ان هو بيفقد الارتكوليشن مع السكند فلوتنج ريب، لان المفروض السكند فلوتنج ريب بيرتبط بالترانسفيرز ايه؟ بروسيس. disturbance in the articulation with the first lumbar, inability to protect spinal cord, inability to articulate with vertebral number 19 و vertebral column. يبقى اقول الاجابه الصحيحه هتبقى رقم ايه؟ 29. If the structure X و structure Y are composed of the same type of the tissues in human skeletal system and the structure Z وتركيب رقم Z ده رجاله هو ده الليجمنت connects between them, what is the effect of the absence of the L؟ ايه اللي يحصل لو L ده مش موجود؟ L ده اللي هو الايه؟ الجوينت. هو نفس السؤال اللي جه في ثانويه عامه قبل كده بس جابوا ايه؟ ان هو جوينت. ده اسمه ايه؟ اسمه جوينت. طب لو الجوينت دي مش موجوده هل اعرف احرك الجزء اللي تحت؟ لا طبعا. يبقى اقول الواي ده هيتم ايقاف الحركه بتاعته. يبقى the movement of the y stop. طب the movement of the y is not controlled. not controlled لما يكون الليجمنت اتقطع. the correct corrosion of the part X هيحصل له corrosion. هو مش بيتكلم على الكارديو، بيتكلم على تركيب اسمه joint. the fatigue of the structure Z. fatigue هو الليجمنت بيجي له fatigue. في حاجه اسمها رايس. إذا term composed of the abbreviations اختصارات. R يعني rest، I يعني ice compressions و elevations اللي هو زي ما نقول ايه اللي هو الاستشفاء. and they are means of the muscle fatigue treatment. ده احدى علاج المصل ايه؟ fatigue. بيقول لك what is the effect of the rest on the muscle fatigue. هو لما بعمل ريست بيبقى ايه فايدته للعضله يعني؟ decreasing glycogen level in the muscle بيقلل الجلايكوجين يا راجل. increasing the level of acetylcholine بيرفع نسبه الاسيتايلكولين عندك. increasing the level of cholesterol بيخلي الكولينستريز يعلى جدا. ولا decreasing lactic acid level in the muscle هو بيقلل مستوى اللاكتيك اسيد جوه العضله. معايا كده ليه؟ طيب لان الريست معناه ان انا هتنفس كويس
ولما اتنفس كويس بعمل ايه بقى؟ بعمل اوكسيديشن لللاكتيك اسيد، وبناء عليه بيتحول الى بايروفيك اسيد. سؤال رقم 31. Study the opposite figures then deduce what is the consequence نواتج of changing the nasal septum from X to Y. يعني ايه اللي يحصل لما النيزل سيبتم ده يتحرك من عند الاكس للواي؟ يعني عايزين نعرف بقى. طب ما ده هيعمل مشكله في الريسبيريشن. يعني غالي انا هجيب مناخيرك كده وتعمل كده، حاول تتنفس كده، هيحصل صعوبه جدا. طب من كده تلاقي حسين شمام يعني. فبقول هنا friction of the nasal bones، لا طبعا. arrival of the high ratio of oxygens، لا. bracing difficulty، الصعوبه بالتنفس او التنفس بصعوبه شديده جدا، يبقى ال bracing difficulty. complete blockage of the air passage. 32 بيقول ايه؟ the following table، ده جدول قدامك، illustrate the concentration of the three substances، 3 مواد موجودين يا رجاله في العضله الهيكليه بتاعتك. person suffering from muscle spasm، لو سمحت ركز معايا، هو ما قالش muscle fatigue، قال muscle ايه؟ muscle spasm. قال muscle spasm. substance glucose in the blood 90 مللي جرام. طب الجلوكوز كويس. اي تي بي 60% 50 90، برضك الاي تي بي كويس، لان انا عارف ان الماسل سباس بيحصل لكام سبب؟ حدود 4، هقول لك دلوقتي 3 وهناخد واحد كمان شويه. absence of kinase enzyme، shortage of calcium ions، shortage of ATP. خلاص؟ ودي طبعا سبب رئيسي جدا ان هو الهايبوسكريشن بتاع الباراس هرمون بيعمل ماسل فاتيج، ماسل سباسم. What is the reason for this muscle spasm؟ طيب الاي تي بي ممتاز، الجلايكوجين 55% 10 على 10. نو اكزايت اوف نيورو ترانسميتر فروم فيزيكال، الاستايل كولين ما طلعش. ازاي؟ ده الماسل سبازم معناه تيرنج اوف ماسل. هاي انكريز اوف لاكتيك اسيد كونسنتريشن، ماسل سبازم ولاكتيك اسيد ما بيركبوش مع بعض. disturbance in the nerve impulse، اقول له والله الراجل ده اكيد عنده خلل في الاشارات العصبيه، الاي تي بي بتاعته حلوه 10 على 10. يبقى اقول هنا الاجابه هتبقى رقم سي. تعال نشوف دي ليه غلط. رابط كونسامشن جلايكوجين وماسل سبازم ما بيركبوش مع بعض، ده طبعا الماسل فاتيج. عرفت بقى السؤال سهل ازاي؟ ولا محتاج دربكه ولا محتاج همبكه. 33. تعلم ازاي تحل بحرفنه. Study the drawing in front of you. Then determine what is the similarity. ايه وجه التشابه ما بين structure X و structure Y. تعال نبص تاني. structure X ده خلاص، ده اللي هو الايه؟ الاكتين، هو اللايت باند. هو بيسألك كده عن منطقة X، ده لايت باند، واللايت باند دي بتتكون من اكتينز، والاكتين بروتين. واي ده اللي هو المايوزين. هو عايز الديفرنس ولا عايز سيميلاريتي؟ عايز سيميلاريتي. سيكنس طبعا غلط، طبعا المايوزين مور سيكنس. ability to move movement طبعا المايوزينز. building units، اقول له building unit، هي نفس السؤال اللي جه قبل كده في ثانويه عامه. يبقى ده كده بيتكون من امينو ايه؟ امينو اسيدز. formation of transverse link، تكوين transverse link برضك غلط، المايوزين بس هو اللي بيكون transverse link. 34. The opposite figure show a living cell in the plant. خلي بالك هو بيقول دي خليه حيه، خليه حيه حط على طول، يبقى في بروتوبلازم، يبقى في فاكيول، يبقى في ووتر، يبقى في فيسيولوجيكال سبورت. مش كده؟ بيقول لك which area او areas of this cell contain او contains a physiological support only. دعامه فسيولوجيه فقط، ما فيهاش دعامه تركيبيه. ممتاز. تعال نبص على الصوره، مش هعرف اجاوب الا لما ابص على الصوره، طالما صوره او لازم ابص فيجر، لازم طالما فيجر هبص. جايب لي هنا خليه وجايب كاسبرين. ايه يا مستر الكاسبرين ده؟ الطالب يقعد يضيع 5 دقايق عشان يعرف الكاسبرين. طب ما انت لو بصيت تحته على طول كان هجيب لك سيوبرين، وانت عارف ان السيوبرين ماده امبريمبل ما بتعديش ميه. خلاص كده؟ the entire cell غلط. all cell area except the casprin، كل الخليه اكيد دخل فيها ميه طالما هي خليه حيه، ما عدا ايه؟ لان الفسيولوجيكال سبورت ات انكلود ذا سيل از هول. ما هو انا هختار الاجابه دي بناء على المعلومه اللي عندي ان الفسيولوجيكال سبورت includes the cell as whole.
كاسبرين ستريب اونلي غلط. ذا سيل وول اونلي غلط. يبقى اول سيل اريا اكسبت كاسبرين. يبقى الاجابه رقم كام؟ رقم بي. 35 بيقول which of the following muscles انهي عضلات من دول have the least number of contractions through the 1 year. تمام. انهي عضله من دول عندها كميه كونتراكشن اقل من التانيين؟ يوترال ماسل ان بريجنانت وومن. طيب عضلات الرحم في الواحده البريجننت الحامل تتوقف عن المينسترال سايكل الدوره الشهريه. واحنا عارفين ان الدوره الشهريه عندنا بيحصل ماسل كونتراكشنز وبليدنج. وبناء عليه ان البريجنانت وومن الست الحامل تتوقف عندها المينسترال سايكل ستوب خلال فتره الحمل نتيجه لهرمون البروجسترون اللي بيتفرز اول 3 شهور من الكوربس و6 شهور التانيين بيتفرز من البلاسنت. وبناء عليه اختار دي اقل فعلا كونتراكشن. تعال نبص. يوترال ماسل ان ادلت جيرل غلط طبعا. ازاي ست ادلت وعندها عندها كونتراكشنز ايه قليل، عندها كونتراكشن عالي طبعا. بنت بيجي لها الدوره الشهريه كل 28 يوم. يورينري بلادر وول يا راجل، يورينري بلادر ده انت بتخش حمام اصلا في الشتاء بالذات 5 6 7 مرات. جاستروسينيمس ماسل، جاستروسينيمس ماسل يعني انت مشلول ما بتتحركش ازاي يعني؟ فده بردك غلط. يبقى الاجابه رقم ايه؟ ادق اجابه. تعال نبص على السؤال ده. بيقول لي study the figure in front of you then answer what is the similarity يا حبي between figure 1 and 2. ده الكولين ستريز انزيم وده الاستايل كولين. كولين ستريز انزيم معايا كده احنا عارفين الانزيم ده بيحول المصل الى مصل ريلاكسيشنز، اما الاستايل كولين بيخليها تعمل كونتراكشنز. هو عايز التشابه بين الاثنين. the distance between actin filament، المسافه بين الاكتين فيلمنت. similarity استحاله. ذا لينس اوف مايوزين، قول له المايوزين ما بيتغيرش. ليه طب يا مستر ما بيتغيرش؟ لان انت عندك معلومه بتقول اثناء الكونتراكشن ذا دارك باند كونستانت، والدارك باند دي المايوزين بلس اكتين خلاص، بس الاكتر مايوزين. يبقى الدارك باند بتبقى كونستانت، والدارك باند بتتكون من موستلي اكزيم مايوزين، كتير من مايوزين وقليل من الاكتين، فبختار الاجابه تبقى رقم بي. ذا لينس اوف ذا ماسل فايبر، استحاله طبعا اللينس اتغير. كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن اوف ترانسفيرز لينك وذ اكتين. لا طبعا السيميلاريتي ازاي؟ ده هنا الترانسفيرز لينك سايب الاكتين وهنا ماسك في الاكتين، فمش مش منطق. تعال نكمل. 37 بيقول study the opposite drawing that shows the effect of light and opening and closing the stomata in the plant leaf. What can be deduced؟ تستنتج ايه من الصوره اللي قدامك؟ استنتج ان هنا شرب الميه بكميه كبيره فحافظ على الفسيولوجيكال سبورت. بالليل النبات بتاع بيفقد الميه اللي جوه الستوماتا جارد سيلز خلاص، اللي هي الخلايا الجارد سيل الخلايا الحارسه، ففقد الميه فالستوماتا انكمشت على بعض. وهنا كانت اوبننج اثناء النهار وهنا قفلت اثناء الليل نتيجه لفقد الدعامه الفسيولوجيه. ستراكشر سبورت انكريز ات نايت، الستراكشر سبورت ثابته ما بتتغيرش. اسف ان انا مش هختار الاجابه دي. ذا جارد سيل لوز فسيولوجيكال سبورت ات نايت، قول له صح. الخلايا الحارسه فقدت الدعامه الفسيولوجيه اثناء الليل عشان ترجع لطبيعتها مره ثانيه. 38 بيقول لنا the following drawing illustrate the normal position of the head. دي الحركه الطبيعيه. what happen in case of non decomposition of acetylcholine. عارف يعني ايه non decomposition of acetylcholine؟ يعني العضله في حاله contractions. هنا الباك نيك ماسل لو حصل في عضله الكونتراكشنز يعني العضله دي شدت يبقى رقبتي عامله كده صح؟ عشان كده عضله الرقبه من قدام بتبقى كونتراكتد من هنا. طول ما هي كونتراكتد فانت ماسك راسك كده. طب لو عملت ريلاكسيشن تلاقي راسك دلدلت كده اهو. حد يمشي في الشارع كده؟ طيب يبقى دي اكتر عضله بتعمل ايه؟ بتعمل كونتراكشن. فالاجابه عندنا تبقى رقم كام؟ رقم سي. ان عملت كونتراكشن من ورا اللي هو شاور على عضله معينه باك نيك ماسل. وقال ان ذا شون ماسل. 39 studies the opposite figure which illustrates one of the joints in human body then determine what is the expected result of losing elasticity in the muscle 6. ايه اللي يحصل لو فقدت الالاستيستي في المصل رقم 6؟ فقدت الاستيستي في المصل رقم 6. tearing of the structure number 4 طبعا لا عشان ده ليجمنت مش تندونز.
tearing of the structure number 5 طبعا رقم 5 ده يحصل له tearing اللي هو التندون اللي بيربطها، لان احنا عارفين من اسباب التيرنج اوف ذا تندون لوز elasticity اوف ماسل، فقد عضله او مرونه العضله. The opposite figure represents the two process control occurred in the skeletal muscle at the same moment. What is the consequence of that؟ ايه نواتج ده؟ نواتج ده هنا كولين ستريز وهنا الاستايل كولين، ده النيرف ده بيعمل اشاره فبقول له muscle contraction muscle fatigue and accumulation of the lactic acid muscle relaxations ولا sudden muscle spasm. طب بص معايا وركز، تعالى اقول لك على حاجه. اول حاجه نواتج اللي حصلت هنا، هل هنا حصل muscle contraction نتيجه للافراز الكولينستريز انزيم؟ ده نيرف خلي بالك. هل ده muscle fatigue and accumulation of lactic acid؟ هنا مش جايب سيره muscle fatigue خالص، ده جايب نيرف يا رجاله. muscle relaxation muscle حصل لها relaxations نفس الكلام زي الكولينستريز بالكميه دي، لا ده كده sudden muscle spasm تشنج عضلي مفاجئ. ليه يا مستر؟ هقول لك ليه يا مستر علشان جايب النيرف العصب، خلاص كده جايب العصب وده جايب كميه كبيره جدا من الكولين ستريز انزيم، معنى كده ان جالها sudden muscle contraction يعني انقباض عضلي مفاجئ للمسلز اللي موجوده. 41 What is the consequence of a decrease in the rate of water absorption in mimosa plant؟ نقص امتصاص الميه بواسطه الميموزا. increasing the rate of transpiration معدل الترانسبيريشن هيعلى لو هي قللت معدل absorption. ازاي؟ علشان يحصل transpiration لازم يحصل absorption. dropping its leaves and stem decreasing the salt concentration root hydrotropism. هنا بقى يحصل dropping ايه للليفز والستيم. طب ليه dropping؟ هنا كده تعرضت للدراينس جفاف. person felt a fatigue شخص عانى من اجهاد in gastrocnemius muscle، عانى من شد عضلي في الجاستروسينماس muscle. also he sat down and didn't move for a long period of time، ما عرفش يتحرك لمده كبيره. what is the scientific explanation of this؟ narrowing of an artery that supplies this muscle. طيب هو الاجابه طبعا رقم ايه؟ بس تعالى افصل لك يعني ليه. طب اولا بيقول لك ان الارتري ده ضيق، والارتري ده بيحتوي على ايه؟ اوكسيجينيتد بلاد، يعني دم فيه اكسجين. وهو قال لك ايه؟ قال فاتيج، فانا هربط الاثنين ببعض، فاتيج مع ضيق الارتري يبقى الاكسجين قل، يبقى العضله دي تتعرض للمصل فاتيج. arrival of incorrect nerve impulse muscle spasm، decreasing calcium ion muscle spasm، absence of kinesterase enzyme muscle spasm. 3 اسباب للمصل spasm، يلا احفظهم وخدهم هديه مني ليك، يلا والله ما خساره فيك. The opposite figure represents one of the skeletal myofibril. What is the number of complete light bands that appear in this figure؟ عايز اعرف complete light band. طبعا كلنا هنجري نجمع 1 2 اهو 1 2 3، تقول 3 ليه؟ عشان كنت حافظ يا مستر ان الاطراف ما بتحسبش. ايوه صح الاطراف ما بتحسبش، بس هو جايب الاطراف هنا كام لحضرتك؟ جايب نص يمين نص شمال، يبقى دي كده 1، ونص يمين نص شمال 2، نص يمين نص شمال 3، نص يمين نص شمال 4، نص يمين نص شمال 5. يبقى اقول هنا الاجابه تبقى 5. الاجابه هنا يا رجاله تبقى 5. 44 يا رجاله. The opposite figure illustrates some cells of the pear fruit which of the following describes the cell of this pear fruit to which the number 1 and 2. اجي ابص على نمبر 1، نمبر 1 سين وول جدار رفيع، نمبر 2 جدار تخين، نمبر 1 بارينكايما، نمبر 2 سكالارينكايما. The two cells 1 and 2 can't lose their support، استحالة. The cell number 1 is supported. بالمناسبة الفسيولوجيكال عندها ايه؟ البارين فسيولوجيكال بي structural اللي هي السكالارينكايما structural بس، يبقى حرف البي مع بي وحرف الاس مع اس، كولينكايما مع الاثنين، كولينكايما مع الاثنين، اوعى تنسى. Cell number 1 is supported by water and cell number 2 is supported by solid substance. الإجابة رقم B. The opposite figure illustrates one of the muscle fiber. What does this figure indicates؟ طبعا ده التندون اتقطع، المسلز هنا بره نيجاتيف جوه بوزيتيف، الحالة دي اسمها دي بولارايزد ستيت. Contraction with no movement takes place at the joint. لا. Contraction انقباض with no movement takes place at the joint.
اقول هنا مش هيحصل حركه في الجوينت. اولا زي ما انت شايف دي الماسلز وده التندونز. طيب relaxation with no movement takes place at the joint. contraction with occurrence of normal movement غلط. polarization غلط. يبقى الاجابه الاولانيه تبقى ادق اجابه اللي هو هيحصل كونتراكشن. طب مين قال لك ان حصل كونتراكشن؟ اللي قال لي هيحصل كونتراكشن ان بره العضله براها نيجاتيف جواها بوزيتيف. يبقى دي بولارايزد يبقى كونتراكتد ستيت. with no movement طبعا مش هيحصل موفمنت لان كده المصل وقفت عن الحركه فالتندون هيوقف عن الحركه. لان هو المسؤول عن ايه؟ تحريك البونز مع المصل. لما المصل تتحرك تشد البون فكده الجوينت ايه؟ هتقف. 46. Study the opposite figure. Study the opposite figure that illustrate one of the human body joint. Then deduce what is the expected result on the absence of the substance 2. Substance 2 دي اللي هي الايه؟ synovial fluid السائل اللازج الزلالي. Difficulty of the movement at the joint. هيحصل صعوبة في الحركة. طبعا هيحصل صعوبة طبعا في الحركة. ده سؤال عبيط قوي. Thickness of the tissue 1. The joint become immovable. مش هتتحرك خالص. لا هتتحرك عادي بس synovial fluid قليل. Movement of the joint as is not affected. يا راجل حركة مش هتتأثر. حركة بركة يا راجل. 47 بيقول which of the following describes the changes that may occur at the arm muscle of the person carrying the heavy bag and climbing up the stairs. الراجل دوت بيشيل شنطة تقيلة وبيطلع سلالم وبتاع. Increasing ATP amount in the muscle cell. معايا كده؟ Decreasing glycogen amount that's stored in the muscle. الراجل ده يعاني من muscle fatigue. والماسل fatigue معناه ايه؟ نقص الجلايكوجين، اوعى تنسى. Decreasing calcium قلنا muscle spasm. Decreasing amount of calcium muscle spasm. 48. What is the result of non-deposition عدم ترسيب الكيوتين على الابيديرمس؟ The plant lose its hardness and turgidity. هيفقد الهاردنس والترجيديتي بتاعته؟ لا طبعا. لان النبات عنده مواد تانية وعنده خلايا تانية. Protecting the plant from the microbial invasions. ازاي؟ ده انت شلت الكيوتين والكيوتين ده كان من خطوط الدفاع الاستراكشر التركيبيه اللي عند النبات. The plant acquire physiological support. والله هيفقد طبعا جزء من physiological support. The plant cell lose their tangents. ايوه خلايا النبات هتفقد التنجنز بتاعها نتيجه لازاله الكيوتينز. سؤال 49. In front of you 3 figures of the muscle during an activity. العضله دي بتعمل ايه؟ activity. What is the reason for the unchange of the muscle state in the period from B to C? هو عايز هنا الريزون مش عايز الريزلت. خلاص؟ Separation of transverse link from the actin filament. Accumulation of lactic acid. يعني مثلا lactic acid بتراكم هنا. ولا increasing production of ATP molecule ولا non sufficient amount of oxygen. هقول له والله الريزون ان الاكسجين قليل. لو قال لي الريزلت السبب الريزلت الناتج عنده كده هقول له لاكتيك اسيد. هو قال هنا ريزون ولا ريزلت؟ الريزون.